إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. من كان يصدق ولو مجازا أن النبل حين تؤمن بها وتسعى لتحقيقها تصبح واقعا يتجلى حقيقة واضحة للعيان وشاهدة حاضرة. لم يكن تجمع شباب واديبو فكرة اعتباطية خطرت ذات حماس شبابي، لم تكن أيضا أمل حالم عابر، بل كان طهورا يكابد الاضمحلال ونور يصارع الظلام وشعور يقاتل اللا شعور. من آلاف الأميال الفاصلة بضوء الشمس عبرت الفكرة تغربلها آلاف الأدمغة وتتعاطاها السواعد حتى أضحت حقيقة لا مناص منها ولا محيد عنها، ليولد من رحم التاريخ المر ميلاد جديد. نبقى نعطي شوي بطاقة تعريفية عن تجمع شباب نواذيبو. هو مجموعة من الشباب من الجنسين ومن جميع شرائح المجتمع الموريتاني، متكاردة ليدين ومستعدة لأنها تغير من حال المدينة وسكانها نحو الأفضل بالنصح، بالعمل الميداني، بالمساعدة. مجموعة من الشباب قدراتها ذاتية سواء كانت فكرية أو مادية، مضحية بوقتها وجهدها من أجل على أنها تنتشل للمدينة من الواقع اللي فيه شهر واحد أفضل منه. تجمع شباب نواذيبو وصار من العطاء ولدت بعد مخاض طويل تناقحت خلاله وتزاوجت أفكار وجهود خيرة شباب هذه المدينة، وأعني بذلك نخبة المسلمين يجمعها إيمان قوي وهدف نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد البير من ساكت نواذيبو مدونة الهجرة بركتية. انضم من الفكرة والتجمع شباب نواذيبو، انضمينا لفكرته اللي شفنا عنها هي الحل الأوسط للمساعدة في تنمية مدينة نواذيبو. هذا الشباب اللي يعرض علينا الفكرة وخرصنا قوانينها وتنظيمها وأهدافها، شفنا عنها جامعة جميع مشاكل نواذيبو ومعالجتها ومحاولة مساعدة في حل مشاكل. تجمع شباب نواذيبو يعتبر إضافة للساحة الجمعوية في مدينة نواذيبو، والقائمين عليه والأعضاء اللي فيه يعتبر عليهم حاملين هم شديد المنظمة، هم مشاكل شباب مدينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتكلم مربي رب والمن، أحد أعضاء تجمع شباب نواذيبو. تجمع شباب نواذيبو خطوة قام بها بعض من أبناء هذه المدينة وله أهداف واضحة، منها للحصر الأعمال الخيرية التي يقوم بها التجمع مثل السقاية وتقسيم بعض اللوازم ومساعدة المرضى. ومن بين هذه الأهداف أيضا أهداف أخرى مثلا نظافة المدينة، وكل هذه الأعمال يقوم بها التجمع على نفقته الخاصة دون أي دعم خارجي. بارك الله فيهم وسدد خطاهم وجعله في ميزان حسناته. تجمع شباب نواذيبو له طابع اجتماعي وثقافي، يهتم بتوصيل قضايا عامة وإيجاد حلول لها، لا ينتمي لأي حزب ولا حركة، حيث يلعب دورا كبيرا في العمل الخيري الأسبوعي وخاصة السقاية وبعض الأعمال الخيرية الأخرى.
هكذا عرفنا التجمع بمصداقيته وحسن النوايا للمدينة. شكرا. تجمع شباب نواديبو هو فكرة مشروع إصلاح تبنتها مجموعة من الشباب حاولوا بأقصى ما لديهم تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع. الحمد لله تم تجسيد فكرة التجمع خلال عدة أعمال قبلت بالنجاح. كانت منذ الأزل ذلك الصوت المكموم، ذلك الحزن المرتسم كتجاعيد السنين، ذلك الأنين المحبوس بين الأضلع همسا ضعيفا لا يقوى على العلو، وعصفور مكسور الجناحين لا يقوى على الطيران. من خلف أدوية الشتاء شرقت شمسنا صيفا دافئا يحتضن بين ذراعيه آلاما وجراحا، وفجرا يلملم أحزان المساء لتشرق الأكوان بنور العطاء. ولدت الفكرة لتكون رسول سلام ومحبة وعطاء، سندا قويا للضعاف وملاذ للمحتاجين، وصوتا عاليا ومنبرا صداحا. نحن هذا مجموعة من الشباب شكلوا تجمع، قالوا تجمع شباب المدينة. هذه خيرة الشباب المدينة، فيه جميع الطبقات الاجتماعية للبلد، وفيها مختلف الأجيال من الستينات للسبعينات للثمانينات للتسعينات للألفية، متوحدة كاملة على فكرة وعلى موضوع يتعلق بمدينة. تجمع شباب نواديبو. On peut dire bon, c'est la famille des jeunes qui ont une vision pour cette ville. Et la ville manque toujours chez Kharmina. Donc on va faire tout ce qu'on peut faire pour cette ville. Bien place nahna. On a fait, il nous a fait beaucoup de choses pour nous. Et donc nous aussi, on va faire beaucoup de choses pour elle. Tout ce qu'on peut faire sur n'importe quel domaine. Surtout, ce sont les jeunes qui veulent faire du mieux pour cette ville. Les shabab, Inch'Allah, ils vont faire les adrou kamil chez Guidou, et cette ville. Donc c'est la meilleure ville pour nous. Donc vraiment en avance pour Tejamma Shabab Nouadhibou, Inch'Allah, pour de bon. Merci. انضميت للكتلة الشبابية لأني شفت عندها أهداف تطمح للتقدم من مستوى المدينة وحل مشاكلها، ولفت انتباه الجهات المعنية للمشاكل اللي تعاني منها هذه المدينة اللي تعتبر مدينة اقتصادية وتستقطب ياسر من السكان، ومن يالتها تعود حالتها جيدة وعود مظهر جيد في المدينة. هذا التجمع اللي انتج عن معاناة يعاني منها شباب المدينة من تهميش وإقصاء وحرمان، والمدينة صراحة فاصلة في النوع من التجمعات الشبابية اللي همه الوحيد هو خدمة المدينة. هذا التجمع اللي جاء كرد فعل من الشباب نواديبو للأوضاع المزرية اللي تعاني منها الساكنة والشباب بصفة خاصة، ولذلك ارتأوا عنه يعدل هذا التجمع اللي يجمع شباب نواديبو كان تحت لواء البحث عن المصلحة العامة للساكنة بصفة عامة. النهوض بمدينة نواديبو والرقي بها بجميع النواحي هو الهدف أسمى عند تجمع شباب. نحن الفجر الذي انتظره آلاف الجياع، نحن المعبر لبر النمع، نحن صوت المكموم، نحن الصبح القادم من خلف غياهب النسيان، نحن أمواج الخير، نحن تجمع شباب نواديبو.